السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب أفريقيا على الفضائية المصرية. بفكر حضراتكم بميعادنا الخميس الساعة 12 صباحا من كل أسبوع. كمان تقدروا تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك ملعب أفريقيا علشان تعرفوا أهم الأخبار والحصريات والكواليس الخاصة بالأندية والمنتخبات اللي بتشجعوها. الحقيقة حلقة خاصة جدا وحلقة متميزة جدا، يعني حدث فريد من نوعه. ناس كتير قالت يعني نهائي القرن، وناس كتير قالت نهائي الأحلام، ويعني مسميات كتيرة جدا وألقاب كتيرة جدا لهذا النهائي. علشان كده النهارده عندنا حلقة مختلفة، عندنا ضيوف متميزين ومحترمين جدا وأسامي كبيرة جدا، والحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدهم معانا الكابتن هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق. كابتن منورنا. طبعا سعيد بوجودي معاك ودايما موفق ان شاء الله، وسعيد طبعا بوجودي مع نجم مصر واخويا وحبيبي طبعا اللي هسيبك تقدمه عشان الناس تشوف مين اللي هيبقى موجود. ربنا يبارك في حضرتك. نجم اخر ونجم كبير جدا ومهم، وبسعد جدا ان هو يكون موجود معانا دايما، وياما يعني متعنا في كرة القدم. نجم نادي الزمالك الكابتن طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق والممتع. حبيبي يا اسلام، شرف لي ان انا معاك النهارده ومع نجم من نجوم النادي الاهلي، وياما اسرنا بالاداء الجيد والاخلاق قبل اي حاجه، لان الكوره دي كده كده كلنا لعيبه كوره. طيب فكره بقى ان الحلقه تمشي بالود ده مش يعني مش هياكل معايا خالص. لا هو يعني هياكل معايا ومع الكابتن هياكل. يعني واضح ان في علاقه وطيده بتنافس في الملعب. الملعب خلاص اخوات واصحاب وحبايب، يعني فاهم، ودي رساله لازم توصل. لو انت جايب كمان ايه شخصيه مؤدبه محدش يقدر يتكلم معاها، يعني طب هتكلم هتناقش مع مين؟ من انضف الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك الكابتن هاني طبعا. الحقيقه يعني سلام على وجوهنا احنا، يعني انتوا الاثنين بالنسبه لي قامات كبيره جدا وحاجات مهمه جدا. مباراه صعبه، خلينا نبتدي بالكابتن هاني. حدث فريد من نوعه اول مره تحصل، والحقيقه دايما مصر مميزه، يعني دايما مصر في من حيث الارقام والاحصائيات افريقيا احنا الحمد لله عندنا اكتر عدد بطولات، عندنا الاهلي والزمالك اكتر قيمه تسويقيه. علشان كده لما يحصل حدث مهم واول مره يحصل، من نصيب مصر الحمد لله انه يبقى قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك اللي يمثلوا افريقيا في هذه المباراه النهائيه المهمه جدا. حضرتك شايف الحدث الاول ازاي؟ اخد من كلامك الحدث بيمثل مصر وليس الاهلي والزمالك. مظبوط. عشان بس الناس تبقى هاديه كده وايه، وعايزين الامور تعدي على خير. تمام. اسم مصر اول مره في التاريخ فرقتين من دوله واحده بيلعبوا نهائي قاري، نهائي مهم جدا، نهائي القرن زي ما الناس بتتكلم وزي ما الناس بتقول، لكن في الاخر دي اول مره تحصل. فاللي يهمنا في الاخر المباراه هتنتهي وتخلص، وفي اكيد فريق هيبقى كسبان وفريق خسران. تمام. لكن اللي يهمنا في اولا واخيرا اسم مصر. اسم مصر رياضيا، اسم مصر سياسيا، اسم مصر اقتصاديا. اتمنى ان الامور ما تخرجش عن كونها مباراه كره قدم هيؤدي فيها الفريقين، والكسبان هنقول له مبروك والخسران هنقول له هارد لك، عملت اللي عليك في ظل ظروف وسنه صعبه جدا جدا ما عدتش في الكوره قبل كده وما حصلتش في الكوره قبل كده. فلازم الناس تبقى هاديه، لازم الناس تبقى متعقله شويه، لازم الناس تاخد الامر ان هي في الاخر مباراه كره قدم. لكن الاهلي والزمالك هيكملوا، هيلعبوا بطولات كتير ان شاء الله، هيكسبوا بطولات كتير، لان هم في الاخر زي ما انت قلت قطبي الكره مش في مصر بس، ده في افريقيا كمان وفي الوطن العربي. لكن هيبقى اسم مصر اللي اتمنى المحافظه عليه، واتمنى الناس تبقى هاديه، واتمنى الناس تبقى مقدره المسؤوليه علشان خاطر الامر يطلع بشكل كويس يليق باسم مصر ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق، يعني الفريقين ظروفهم متشابهه شويه، يعني المديرين الفنيين سابوا الفريقين في يعني تقريبا في نفس الوقت او فرق 15 يوم، والمديرين الفنيين الجداد جم وبالتالي كان عندهم فتره ان هم يتعرفوا على الفرقه ويشوفوا الامور. شايف يعني قرايه باتشيكو للمباراه هتبقى عامله ازاي في هذه المباراه؟ حظوظ مين اقرب للفوز؟ خلينا ناخد بس من كلام الكابتن هاني الاول، لان كان كلام منطقي جدا طبعا. وكلام مهم. فكره ان نهائي افريقيا بيقام في مصر بين ناديين مصريين موجودين على الساحه الافريقيه بقوه جدا، ده شرف كبير جدا 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 للكره المصريه، وقيمه الاهلي والزمالك بتظهر هنا. صح. او الزمالك والاهلي بتظهر هنا. ان انت بتمثل مصر في بطوله قاريه مش بس بطوله محليه. ديربي طبعا مهم جدا جدا بالنسبه للفرقتين، كل فرقه من الثانيه عايزه تقول انا اول افريقيا، عايزه تقول انا متسيد، انما صوره واسم مصر في المقام الاول هي القبله بتاعتنا كلنا. مظبوط. او هي اللي بنسعى عليها كلنا يا كابتن هاني، على اساس ان مش عايزين افرح، حفل، اعمل اللي انت عايزه، انما تخرج عن النص بقله احترام الخصم او قله تقدير الخصم او ده نركنه على جنب. فكره باتشيكو طبعا وفكره موسيماني. باتشيكو من المدربين اللي عنده ستايل في اللعب، ستايل دفاعي بحت.
تمام. عنده حتت هجوميه مهمه وبيشتغل عليها بشكل معين، انما هو اصلا من المدربين اللي بيميزوا في الحته الدفاعيه. فهو اكيد 100% فكره باتشيكو في المباراه بكره هتبقى فيها شيء من الحرص الدفاعي الجيد جدا بالنسبه له، وهو معروف عنده 2 مميزين جدا او 3 مميزين جدا في الحته الهجوميه بيعتمد عليهم في الكونتر اتاك، وده شغله اعتقد اتفرجنا عليه في الرجاء، اتفرجنا عليه في الماتشين الرجاء رايح جاي، في ماتش النادي الاهلي قبل كده في فبراير، في ماتشات كان كالتيرون هو اللي متولي المسؤوليه يا كابتن، برده كان بيعتمد كالتيرون في الحته دي، انما باتشيكو اكتر شويه دفاعيا بيعتمد على طب عايز اسال يعني حضرتك سؤال مهم، هل الخطه بتاعت باتشيكو او طريقه لعب باتشيكو اللعيبه تساعده في الخطه دي، ولا انا شايف ان في يعني لعيبه عندها مهام هجوميه وعندها صفات وسمات هجوميه مهمه جدا، هل اللعيبه دي هتقدر تستحمل طول الوقت ان هي تفضل تدافع والنادي الاهلي يبقى متسيد المباراه طول الوقت، ولا في وقت من الاوقات اللعيبه يعني بتفرض شخصيتها شويه على المدرب؟ لا، هم هيفرضوا شخصيتهم على الملعب مش على المدرب، لان هم اصلا كل لعيب فيهم اسم كبير جدا، وبعدين الزمالك ما بيلعبش بصوره دفاعيه بحت، الزمالك بيلعب بالطريقه شبه اوروبيه شويه، كل اللعيبه تحت الكوره، كل التيم تحت الكوره، كل المساحات ضيقه بينهم وبين بعضهم يا كابتن هاني، ما بيفتحش الجاب، ما بيفتحش جاب، وعنده ميزه ان عنده 2 لعيبه بيعملوا له الفرق في الحته الهجوميه، سواء زيزو ناحيه اليمين او اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، وهم كمان عندهم واعتماد على مصطفى كمان بالظبط. يعني الاثنين دول بيميزوا، واكمل كلام الكابتن هاني عشان برضه الكابتن هاني بيلمح لنقطه مهمه جدا، زيزو ناحيه اليمين بسرعاته وبقدرته على التحكم في الكوره، وبيقدر يشتغل وبيقدر يخش لجوه وبيطلع لبره وبيعمل كروس باس وبيعمل اسيستات، زائد اشرف بن شرقي نفس الحكايه، وعندهم فيرود بيستنى ربع فرصه اللي هو مصطفى محمد اللي بيقول عليه الكابتن هاني، فانت عندك كوكتيل من اللعيبه اللي بتعرف تدافع كويس قوي، في نفس الوقت بتعرف تدافع كويس قوي، فعنده مزاج. كان ناقصهم ربنا يشفيه اوباما، لان وجود اوباما هو اللي بيعمل الربط بين العقل المفكر، هو اللي بيعمل الربط بين الخطوط كلها، سواء نص الملعب والحته الدفاعيه او الخط الهجومي اللي هو بيتمثل فيه هو من ضمنهم مع زيزو مع اشرف بن شرقي مع مصطفى محمد. فالزمالك او باتشيكو خطه او كتاب مفتوح بالنسبه لكل الفرق، بيميزوا لعيبته. حاجه ثالثه ان انت ما بتعرفش فكر اللعيب، مره يخش من جوه ومره بيطلع لبره ومره بيسند على مصطفى ومره بيعمل العكسيه، فالتنوع في اللعب بتاع اللعيبه نفسها في الملعب او فكر اللعيبه في الملعب بتخلي ما فيش فرقه بتعرف تحفظ نادي الزمالك، على الرغم التشكيل ثابت، اداء اللعيب معروف، خطه اللعب نفسها معروف. خلينا نروح للكابتن هاني ونروح موسيماني ونبتدي الاول بالتشكيل، يعني قول لحضرتك التشكيل الاقرب للنادي الاهلي نتناقش فيه ونشوف موسيماني هيقود هذه المباراه بانهي شكل. طبعا اكيد هيبقى الشناوي مفيش اختلاف يعني، ممكن ياسر، ممكن رامي، محمد هاني لو سليم يعني، علي معلول، اكيد هيبقى فتحي لا في واحد قلب دفاع تاني، ياسر وايمن اشرف او رامي، رامي يعني ياسر ورامي، ممكن ياسر ورامي وايمن اشرف ما يبقاش موجود، مع انه الفتره الاخيره بيشارك بشكل اساسي، وكمان هو مناسب لخطه موسيماني، بيحب الواحد يطلع بالكوره كويس. يعني الطول شويه هيفرق يعني، يعني انا احساسي شويه ان برضه مصطفى اقوى شويه، فهيبقى عايز محتاج لعيب يبقى قوي شويه، واظن ان رامي هو عنده القوه شويه عن ايمن. طب بس رامي اقوى شويه يعني مثلا ممكن يكون ايمن اشرف اسرع شويه، رامي وياسر الاثنين الحاجات العاليه هيبقى فيها مصطفى هيبقى اميز. تمام. فلازم تحط حد يبقى قريب شويه منه. خد بالك ده فكر الكابتن هاني مش موسيماني. انا كده عليا انا يعني لو هلعب لا انا هحط رامي، لان هاني ورامي وياسر وعلي معلول بالظبط نص الملعب، فتحي اكيد، وهيبقى عمرو السوليه، لان حمدي فتحي ولا حمدي فتحي؟ لا حمدي فتحي بقى لا حمدي فتحي، لان ديانج طبعا يعني غياب مؤثر جدا يعني. فيه يعني الثلاثه اللي قدام اظن ان هي ممكن يبقى اكيد قفشه هيبقى موجود، رقم 10 بالظبط، اكيد هيبقى في ممكن هو الراجل بيحب جيرالدو فاكيد ممكن يبدأه يعني، بس حسين بيتهيألي ماشي كويس الفتره الاخيره ما هو انت خلي بالك ما اظنش هيبدا بكهربا، فممكن يبدا بهو حسين ناحيه اليمين وجيرالدو ناحيه الشمال، هو بيحب جيرالدو لانه هو سريع، فهو شايف في حاجه ممكن نبقى احنا يعني بيجهد الفرقه يعني حضرتك مثلا عندك جيرالدو وعندك اجاييه، تفضل مين فيهم؟ اجاييه طبعا. اجاييه طبعا لانه عنده الخبرات يعني.
عنده الخبرات كمان للماتشات دي. هو نقطه قوه كمان. خلينا نتفق يعني. وهيبقى تقريبا مروان هو انت بص مش هتخرج عن اللي انا بقوله يعني. خلينا ناخد فاصل. استاذ حضرتك ناخد فاصل ونرجع تاني نتكلم مع كابتن طارق السيد في تشكيل نادي الزمالك والامور تمشي ازاي في هذه المباراه. كابتن طارق يعني كنا واقفين عند تشكيل نادي الزمالك والغيابات اللي عند نادي الزمالك، قول لي تشكيل يعني من وجهه نظر حضرتك هيبقى عامل ازاي، وهل الغيابات دي مؤثره الى حد كبير ولا بتشوف هيقدر يتعامل مع الموقف؟ بص انا من وجهه نظري الشخصيه في اثنين مؤثرين جدا 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 من وجهه نظري الشخصيه، على الرغم ان الثالث من احسن لعيبه في مكانها في مصر دلوقتي. بس بالنسبه لي ممكن ما يبقاش غيابه او في حد يعوضه بشكل كويس يعني. طبعا غيابه مؤثر جدا بس في حد يعوضه. الاثنين المؤثرين جدا عبد الله جمعه كباك ليفت لان عبد الشافي غايب وده غيابه مؤثر جدا ومفيش حد باك ليفت ستاندنج ان هو يبتدي الحته دي. الثاني اوباما برضه رقم 10 في نادي الزمالك، مفيش اللي هو ممكن يبتدي من اول ماتش. واوباما خلينا نتفق، في ناس بتختلف معانا كتير في مستوى اوباما ببعض الاوقات، انما لا غنى عنه في الملعب لان لعيب محوري، لعيب بيعمل الربط كويس جدا جدا بين زي ما قلت نص الملعب والمجموعه الهجوميه، وبيعرف يشتغل. الناس بتشوف اوباما اداؤه مش جيد، بس اوباما اكتر لعيب في الفرقه بيلمس الكوره كتير. فحضرتك شايف ان اداؤه التكتيكي يعني ممكن يكون مش باين قوي لكنه مهم جدا اللعيب اللي بيلمس الكوره كتير يا اسلام بيغلط كتير وده طبيعي. انما اللعيب اللي بيستخبى اللي ما بيظهرش اللي لا، اوباما مش من النوعيه دي. اوباما بيظهر كتير جدا وبيتحرك كتير جدا وبيستلم كتير جدا، عشان كده بيبان ان هو ممكن بيغلط بعض الاوقات. انما اوباما لعيب تكتيكي فعلا زي ما انت قلت من الطراز الاول. فانا بقول ان غياب عبد الله مؤثر، غياب اوباما مؤثر. الونش انا شايف ان عبد الغني ممكن يقوم بالدور بتاع الونش بشكل جيد جدا وما يبقاش فيه المشكله الكبيره، انما المركزين التانيين في مشكله كبيره جدا جدا في غيابهم وممكن يبقوا مؤثرين جدا بالنسبه للزمالك. اعتقد ان التشكيل ابو جبل زي ما قال الكابتن هاني ما فيش خلاف عليه برضو، حازم امام
حازم امام مش احمد عيد. الخبرات في الماتش ده في مهمه. ماتشات الاهلي والزمالك ونهائي افريقيا مش ماتش عادي، عشان حتى لو حازم ما لعبش الماتشات الاخيره في الكاس ومش جاهز وراجع من اصابه خالص، والموضوع مش في دماغ اي مدير فني 100% حازم امام. في ظل وجود حازم امام ان انت عندك لعيب خبرات، عندك كابتن النادي، عندك فكره، تعرضه للمواقف دي كتير جدا قبل كده، بتديله هو الاسبقيه عن احمد عيد. احمد عيد شاب صغير، وانا شايف ان احمد عيد في ماتش الرجاء مش وحش، بس المباراه تقيله عليه شويه، في غلطه كان ممكن تترد عليك جون، تكلفك جون، فتخسرك بطوله، تخرج من بطوله. احمد عيد على الرغم ان هو انا بقول مستقبله ان شاء الله باذن الله مستقبل كبير. اكيد الزمالك كسب بكره، تجيب احمد عيد لا حازم انا اسف حازم محمود علاء عبد الغني باك ليفت اللي عوض لعيب اشول، لازم يلعب اشول. انما عشان تقول لي ممكن الاعب واحد بيلعب برجل اليمين باك ليفت، لا انا اعتقد ان اسلام جابر الاقرب للخوض، لان كمان الراجل في الفتره الاخيره انا بشوف اسلام جابر بيلعب ديفندر، بيلعب في اكتر من مركز، رجليه في الملعب. الله ينور عليك كابتن هاني، فهو الاقرب للحته دي وتنفيذها، حتى لو مش هاخد منك الكره الهجوميه بشكل قوي، بس انت اقفل لي بس الحته دي هجوميا على النادي الاهلي، وعندك قدامه لعيب مهم جدا يقدر يعمل الحته الهجوميه معاك من غيره كويس جدا، اللي هو اشرف بن شرقي، وده مميز فيها جدا جدا. عندك 2 ديفندر، ساسي وطارق حامد لا خلاف عليهم، زيزو والناحيه الثانيه اشرف بن شرقي ومصطفى محمد. لعيب 10 ما انا جاي لك اهو، لعيب 10 انت ممكن بقى حسب رؤيه الراجل، هو في حلين انا من وجهه نظري، الله ينور عليك، وتحط مثلا زيزو ناحيه الشمال وتودي اوناج من ناحيه اليمين، بس دي انا مش من انصارها لسبب، لان انت بتشقلب هتغير كتير. الله ينور عليك، وزيزو ماشي في مكانه كويس، الله ينور عليك، فخلي زيزو ناحيه اليمين ثابت، وممكن تحط بن شرقي وتودي اوناج من هناك، او تلاعب مثلا واحد زي شيكابالا وممكن يأديها، او مصطفى فتحي وبرضه ممكن يأديها، لان انا شفت الاسبوع اللي فات ده كام فيديو لمصطفى بيجهز نفسه بشكل كويس جدا. مصطفى فتحي بره قايمه مش موجود. يبقى محمود، انا سمعت ان محمود عبد العزيز موجود في القايمه ومصطفى فتحي بره القايمه، يبقى هيبتدي يا اما اوناج يا اما شيكابالا اعتقد يعني، وده الاقرب للصواب في ظل غياب اوباما. عشان كده بقول لك غياب اوباما مؤثر جدا يا كابتن هاني، يعني غياب قاتل بالنسبه للراجل في وقت صعب جدا، حطيت الراجل تحت ضغط جامد جدا بالزبط. وما عندكش اللعيبه ال10 اللي يقدر ينفذ دي بشكل قوي. طيب يعني بعض الرموز والنجوم من الفريقين، من الابيض او من الاحمر، كان لهم بعض الاراء. خلينا نشوف احمد عيد عبد الملك قال ايه ونرجع لحضراتكم من تاني. ماتش الزمالك والاهلي ماتش صعب جدا على الفرقتين، ملوش توقعات يعني بالنسبه لي، انا ما اقدرش اتوقع النتيجه. فرقتين اقوياء جدا، بيتهيألي نادي الزمالك متفوق فنيا في بعض المراكز شويه، لكن توقع النتيجه ده صعب جدا. يمكن انا لو مكان باتشيكو هلعب لعب العادي وهضغط ضغط عالي على النادي الاهلي، عشان عنده ديفوهات كتير في الحته الدفاعيه عند الاثنين المساكين خصوصا، وورا الباكين دفاعيا مش 100% يعني. يا رب الماتش يطلع ماتش كويس، وتمنياتي بالفوز لنادي الزمالك ان شاء الله، ويعملوا ماتش كبير ويفرحوا جمهور نادي الزمالك باذن الله، وتبقى مباراه للتاريخ وللتاريخ المصري كمان. كابتن هاني، يعني شبك بتضحك على تصريحات احمد يعني كابتن احمد من اللعيبه المهمه جدا، واللعيبه اللي كانوا مؤثرين جدا، وحتى مؤثرين دلوقتي برضو على السوشيال ميديا. قرار اقامه المباراه من لقاء واحد، هل ده يخدم مين اكتر؟ يخدم الاهلي اكتر ولا يخدم الزمالك اكتر؟ بص، ما تقدرش تحدد، لان احنا اصلا متفقين ان الكفه متساويه، تمام، يعني ما حدش عنده افضليه، يعني الافضليه بتتكلم في يعني مراكز. النادي الاهلي عنده لعيبه تقيله جدا عندها خبرات، من الزمالك برضو نفس القصه. الناحيه الفنيه الاثنين متقاربين، الناحيه المعنويه الاثنين متقاربين، فما تقدرش تقول ده هيبقى في مصلحه مين ان مباراه واحده، لكن طبعا هي لو مباراتين بتبقى بتديك فرصه اكتر بالظبط، لكن اللي هي مباراه واحده يعني المفروض ان انت اقل نسبه اخطاء في المباراه،
اقل نسبه عدم تركيز في المباراه، تبقى مركز ال 90 دقيقه، ولو الوقت امتد اكتر من كده لازم تبقى مركز قبل الماتش لغايه ما الماتش يخلص. بعد الماتش لازم تبقى واقف على رجليك بشكل كويس جدا جدا جدا. لازم تبقاش متوتر، لازم تبقاش عصبي، لازم تبقى بتستغل لو الخصم غلط في كوره لازم المستويات العاليه ان انت تردها بجول، لان انت مش هتضمن تاني الغلطه بيجي لك فرص كتير. بالظبط. فالمباريات دي بتبقى وضعها حساس وشكلها بيبقى الناس بتستسهلها شويه. عشان كده لما كابتن طارق كان بيتكلم بيقول لك الخبرات مهمه. ايوه انا معاه مليون في الميه، لان الخبرات في مباراه زي دي ممكن تخلي لعيب كوره معاش الاجواء دي رجليه تخبط في بعض ما يعرفش يلعب، يخسرك مباراه. وكان طارق عارف الكلام ده كويس. فانت المباراه دي محتاجه خبره. عشان كده زي ما نادي الزمالك مفتقد اوباما بشكل كبير، انا كمان شايف النادي الاهلي مفتقد وليد سليمان بشكل كبير. حتى وليد ما بيلعبش، حتى لو ما بيلعبش اساسي، حتى لو ما بيلعبش اساسي لكن بيبقى له دور، وبيبقى له دور في المباريات الثقيله دي. لو لعب نص ساعه، لو لعب 25 دقيقه، لو لعب شوط، بيقدر يتحكم في رتم المباراه بشكل كبير جدا جدا. بيقدر يهدي زمايله، بيقدر ان هو زي ما بنقول بقى يستغل الغلطات اللي ممكن تحصل من فرقه نادي الزمالك. لكن طبعا في الاخر احنا بنقول المباراه صعبه، المباراه تقيله على الفرقتين، محتاجه تركيز كبير جدا. الكور الثابته ازاي الناس هتقف فيها وتحرك فيها، الكور المرتده ازاي هتواجهها، الضغط ازاي هتضغط منين وهتضغط ازاي. كل التفاصيل دي لو اللعيبه مش عايشه فيها، ولو المدربين ما اتكلموش فيها، ممكن تلاقي مباراه غير خارجه عن التوقعات. تلاقي واحد بيهاجم، فرقتين بيهاجموا بعض باي شكل وباي طريقه، ومش هتحس ان في شغل. لكن المباريات دي بالذات لازم يبقى بتدور على ادق التفاصيل. يعني لازم تبقى حافظ فرقه نادي الزمالك بتتحرك ازاي وبتعمل ايه، وتتفرج عليهم 30 40 مره انت ولاعيبتك. لازم نادي الزمالك العكس، لازم يبقى حافظ لعيبه النادي الاهلي بيتحركوا ازاي وبيلعبوا ازاي وبيقفوا ازاي، علشان تبقى نازل تبقى عايش في المباراه قبل المباراه بتتلعب. هو ده التركيز اللي احنا دايما بنقول عليه. يعني مش بتنزل تتفاجئ بحاجه جديده، لا انت مركز وعارف اللي قدامك بيعمل ايه، وعارف انت كمان بتعمل ايه عشان المباراه تخرج بشكل كويس. سؤال مهم بالنسبه لي جدا وعايز اجابته من حضراتكم من الكابتن طارق. اسال حضرتك الاول، لما تيجي تلعب مباراه زي دي والمباراه 50-50 زي ما كل الناس بتقول، كل النقاد والجمهور وحتى الاجهزه الفنيه والاداريه هنا وهنا ممكن يكونوا بيقولوا نفس الكلام ان هي 50-50، حضرتك كمدير فني ازاي تتعامل معنويا مع اللعيبه، وازاي ترجح كفه فريقك على الفريق الثاني، تتعامل معاهم ازاي قبل المباراه؟ بطرق كتير. اولا لازم زي ما بقول لك تذاكر الفرقه اللي انت هتلعبها كويس. تمام. لازم تحفظ لعيبتك انت كمان هتشتغل ازاي. تمام. لازم توري لعيبتك الاخطاء اللي ممكن تكون حصلت في المباريات السابقه عشان تتجنبها. بالظبط. لازم توري لعيبتك فرقه نادي الزمالك الاخطاء اللي ممكن تحصل، او الوقت اللي ممكن فيه يبقى فيه عدم تركيز زي ان انت تقدر تستغله. تمام. لازم تذاكر، لازم تبقى في اجتماعات فرديه واجتماعات جماعيه مع اللعيبه، واجتماعات زي ما كان كابتن طارق عارف بقى، الخطوط تقعد مع بعض، خط الدفاع يقعدوا يتكلموا هنقف وهنعمل، نص الملعب المهاجمين، بعد كده بتجمع الفرقه كلها. المباراه دي محتاجه شغل كبير جدا 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 بره الملعب علشان تهيئ لعيبتك وتخليها مركزه بشكل كبير جدا. طبعا بقى بتبعد عن الضغوط وبتشيل الضغوط وبتحاول ان انت تحسسهم ان هي برضو المباراه عاديه، بتحاول، لكن طبعا كله عارف اهميتها. لكن في الاخر لازم تحاول ان انت تشيل الضغوط، ما يبقاش في تنشنه زياده، ما يبقاش في عصبيه زياده. لازم الامور تبقى هاديه علشان خاطر اللعيبه ما تفقدش التركيز من كتر التركيز بتاعها، فده يبقى عامل سلبي مش عامل ايجابي. الشغل بره الملعب هيفرق كتير جدا 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 جوه الملعب. نشوف شوبيتا قال ايه من عند النادي الاهلي زي ما شفنا احمد عبد الملك، ونرجع للكابتن طارق يجاوبنا على نفس السؤال. مبروك لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك بوصول الفرقتين لنهائي افريقيا. يمكن اول مره تحصل في التاريخ ان فرقتين من نفس البلد يوصلوا لنهائي افريقيا، فكلنا فخورين طبعا بوصولهم للنهائي. اتمنى ان شاء الله ان المباراه تليق باسم مصر، لاننا بننقل صوره للعالم كله بعدم التعصب، فاتمنى ان شاء الله المباراه تخرج بصوره جيده. وانا على المستوى الشخصي طبعا اتمنى فوز النادي الاهلي بالبطوله. يمكن انا عندي ثقه الحمد لله في اللعيبه وفي الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله هنقدر نسعد الجمهور ونحقق البطوله اللي غايبه عننا. فان شاء الله باذن الله اتمنى الفوز للنادي الاهلي والمباراه تطلع بشكل جيد وتليق باسم مصر ان شاء الله. كابتن طارق، راي حضرتك ايه؟ ازاي ترجح كفه فرقتك على الفرقه الثانيه لما تبقى الظروف متشابهه بهذا الشكل؟ طب هو يمكن الكابتن هاني اختصر الكلام كله وقال الكلام كله، بس انا عندي حتتين مهمين جدا جدا في شغل الملعب. اللي ذاكر ذاكر. تمام.
واللي اشتغل اشتغل. تمام. اخر اسبوع ده هشتغله كله فن مع شغل التكتيك. اقدر في الملعب اوصل لعيبه ان احنا يعني ايه اخرجهم بره التنشنه شويه. ممكن العب العاب فن، مش عارف شغل في هزار، في ضحك، في افك اللعيبه عن تخرجهم بره اجواء اللي هي التوتر. الله ينور عليك. هيبقى على الاقل 60-70%، لان اللعيبه اصلا في الوقت الحالي مش محتاجين شغل بدني، مش محتاجين شغل فني الا قليل جدا، لمسات بسيطه. بس اقدر اشتغل على الحته النفسيه اللي هي في الملعب. لا انا اهزر في الملعب شويه، نضحك، نلعب العاب مش عارف فيها مسابقات، فيها حاجات اللي هي ايه، فيها حافز يا كابتن هاني طبعا، في نفس الوقت فيها فن، عشان لو يجي يوم المباراه يقدر يأدي بشكل كويس. الله ينور عليك. لعيب مشدود اصلا. انا كده فانت عايز الشحنات المعنويه جواك. الله ينور. ابتدي بقى اخد اللعيبه دي نفسيا وهديها خالص، وده ممكن لان الضغط اللي على اللعيبه اولا انت ما بتتكلمش على مستوى مصر بس، مش دوري ممتاز، بتتكلم على مستوى افريقيا. فبطوله احنا الزملكاوي بيحلم بيها والاهلاوي بيحلم بيها. فالجماهير ضغطك، سوشيال ميديا، اعلام، تليفونات من كل دول العالم هتلاقيها بتتصل باللعيبه وبتكلمهم. الله ينور عليك. فعشان تقدر تخرج اللعيبه معانا على شاشه كواليس تدريبات الزمالك والاهلي ان شاء الله تكون بعديها، يعني الناس واضح ان في جديه قويه جدا في المباراه، واللعيبه مش محتاجه حد يقول لها احس بالمسؤوليه، لان اللعيبه الله يكون في عونها. عشان كده بقول لك ايه، هشتغل على الحته النفسيه والمعنويه الروحيه شويه، ان انا ايه ابتدي اديهم العاب فيها مسابقات، العاب اللي هو تخرجهم بره الضغط. ووقت التكتيك لا اشتغل تكتيك براحتك واشتغل، لاني كمان اللعيبه لسه لعبه ماتش يا كابتن. يعني فرقه الزمالك مثلا لعبه ماتش نادي مصر في كاس مصر من حوالي 4-5 ايام، ولاعبين 120 دقيقه وضغط نفسي وعصبي. والنادي الاهلي كان بيلعب قبليها ماتش ابو قير الاسمده في الكاس، والاثنين تعرضوا لموقف صعب، والاثنين صعب على الاثنين بالفعل. فانت عشان تخرج دي حاجه. الحاجه الثانيه زمالك كابتن هاني بقى كل الكلام بقى اجتماعات فرديه، اجتماعات جماعيه لخطوط، اجتماعات للتيم كله، افرج النادي اللعيبه على فرقه النادي الاهلي. كل لعيب تدريبات الاهلي معانا، كل لعيب يقعد حتى يذاكر اللعيب اللي هيلعبه. صح. في حاجه بقى مهمه جدا 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 كان بيعملها بعض المدربين معانا، وكانت بتجيب نتائج عاليه جدا، خاصه الكابتن حسن شحاته. في الفتره الاولانيه اللي قبل البطوله كان بيشتغل على التيم كله ومش مبين مين هيلعب. دي بتدي امل في اللعب لكل واحد، كله يبقى ستاند باي، كله مركز، الله ينور عليك. ان انا رجلي ممكن تبقى في الملعب، انا مركز ان انا ابقى موجود، انا مركز ان انا ممكن ابقى هعيش اجواء المباراه من قبل المباراه. دول الحاجتين اللي ممكن اشتغل عليهم بشكل كويس جدا، يقدروا يوصلوني ان المباراه ممكن توصل لركلات الترجيح ولا شايفها مستبعده؟ كل شيء متاح، كل حاجه بص الماتش ده ملوش حسابات. اسال من هنا للسنه الجايه توقعاتك ايه، اقول لك ما اعرفش. اسال الماتش هيخلص كام، هيخلص ازاي، طب مين اللي هيخلص، ما تعرفش. هي على فكره ومش لعيب واحد اللي هيخلص الماتش، عشان برضو في ناس تقول لك ايه، بتسال اسئله يعني. في بعض الصحفيين المحترمين اللي بعتز بيهم جدا، طب مين نجم المباراه؟ التيم، لعيبه نادي الزمالك كلها لو انا زملكاوي. لا بس وارد ان ممكن واحد يكسر الدنيا، يبقى ده يقول ما عنديش مشكله، يكسر الدنيا. بس ما عنديش مشكله. اتفضل يا كابتن اتفضل. هي القصه مش في كده، هي القصه في ان انت اليوم ده انت ما بتبقاش عارف. انت كل احنا قاعدين بنتكلم في كل كلام، ممكن بعد 5 دقايق في المباراه تلاقي حد اتطرد. كل اللي انت ممكن تلاقي هدف مبكر يدرك بقى التغييرات كلها والسيناريوهات كلها وارده. في ناس بتعور في التسخين، فاهم؟ فانت القصه ان انت ايه، بتحط السيناريوهات ده جميل، بس التعامل بقى مع المتغيرات اللي ممكن تحصل لك، هي دي بقى شطاره المدرب، شطاره اللعيبه. اكيد المباراه تخضع لكل التقديرات وكل السيناريوهات، ولكن يعني باعتبار يعني معايا كباتن كبار فنيين جدا، فبالتالي رؤيتك برضو تبقى مختلفه شويه عن رؤيه الجمهور، والناس تبقى حابه ان هي تسمع مننا ازاي المدرب يتعامل. برضو توقعات حضرتك برضو كراجل فني يعني لعيب وكمدرب فترات طويله، اكيد عندك خبرات تخليك يعني بتوقعك احسن شويه من الجمهور. عشان كده احنا بنحاول نتناقش في التفاصيل اللي هيحط سيناريو واحد للمباراه هيخسر. بالظبط.
لازم تبقى مهيئ لعيبتك ومهيئ نفسك لكل السيناريوهات اللي ممكن تحصل. جبت جول، دخل فيك جول، متعادل، مضغوط، انت اللي ضاغط، الكرة ماشيه معاك، الكرة مش ماشيه معاك، خلي بالك بتبقى امور وارده. يعني انت ممكن تبقى معتمد على لعيب ان هو هيكسر لك الدنيا، كده الكرة مش ماشيه معاه، يجي يرقص مش عارف يرقص، يجي يعدي مش عارف يجي باص. انت عارف في الكوره ده وارد وبيحصل مع نجوم العالم، مش لعيبه الاهلي والزمالك بس. شايفين غياب الجمهور ازاي طيب؟ والله قبل 5 سنين. لا في المباراه دي بالاخص، يعني الاتحاد الافريقي طلب من الاتحاد المصري ان يبقى فيه يعني جمهور حتى لو قليل من الطرفين يحضر المباراه. بيني وبينك يا اسلام هقول لك على حاجه، احنا في موقف صعب جدا. انت في حاله ممكن لا قدر الله حضور 10,000 5,000 تلاقي الناس دي كلها. يعني انت بتتكلم مثلا على سبيل المثال، والكابتن هاني قال كلمه من شويه قبل الهوا، كلمه ايه في الجون، قال لك لما 24 واحد في معسكر مغلق حصلت الاصابات دي. طب تخيل بقى لو في عدد كبير في الجماهير في لا يعني لو 3000 و3000 يبقى في تباعد سنة القاهره كبير ما شاء الله يعني، وفي تباعد ممكن ليه. طب ايه الغرض لما هو في تباعد؟ ميزه الجمهور يا اسلام في التجميع حماس طبعا ده كابتن ده كرسيين ولا حاجه هتلاقي صوتهم عالي برضه ما تقلقش. لا استاد القاهره يبقى فيه 10,000 مش جايين بحيث مفيش جمهور، يبقى في 5000 احسن ما يبقى مفيش خالص. انا شايف ان حضور الجماهير ممكن يبقى مضر على المستوى البعيد، فخلينا نتكلم في اللي احنا نملكه دلوقتي واللي تملكه البلد. مش عايزين حتى جمهور زي اللي على الجن جاي على الشاشه دلوقتي، لا احنا عايزين حتى يعني نحس حتى بطعم المباراه، لان المباراه من غير جمهور تحس ان هي دوري شركات وده نهائي افريقي وحاجه حدث فريد زي ما قلنا منه. فاعتقد يعني خلاص كنا عملنا بره بقى. لا انا فاكر ان كان من اسباب انتشار كورونا في اوروبا كان مباراه ليفربول. يعني مباراه كانت تقريبا ليفربول واتلتيكو مدريد تقريبا او حاجه كده، حصل فيها اصابات. احنا خسرانين كتير جدا لان مش هنشوف الجمهور اللي على الشاشه ده في مباراه الاهلي والزمالك، يعني من اكتر الحاجات الواحد بيحبها. وكابتن طاهر وكان لعبته كتير قدام الجمهور، دول المتعه، الوضع مختلف تماما الحقيقه يعني. بص يا اسلام اقول لك على حاجه، الحمد لله رب العالمين طول تاريخنا كان المنظر ده. بنلاعب مع كل التقدير بنلاعب فرقه مركز شباب، كان بيبقى الجمهور كده كابتن هاني. فانت احنا بس اكيد مختلف في مباراه القمه، يعني اكيد الاجواء مختلفه وحتى دخلات مختلفه. جمهورك يا اسلام ما وراك في اي ماتش، لان انت ما بتلعبش ماتشات سواء دوري او كاس. الموضوع مش سهل ان انت تلعب قدام، يعني الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك كابتن هاني طول عمرهم في اي ماتش بيجي لك 15 و20 و30 و40 و50 الف متفرج ماشي، فما عندكش مشكله. احنا جيل اتعودنا على ده. الجيل الموجود الحالي مظلوم في الحته دي جدا، بقالهم 6-7 سنين بيلعبوا بالشكل ده، ومن 2011 من 6-7 سنين ده 10 سنين او 9 سنين بيلعبوا بالشكل ده، فهم خلاص اتعودوا. خسرت الاهلي افريقيا مرتين ورا بعض بسبب الجمهور. انا يعني رايح هدف له بسبب الجمهور. طبعا. اللعيبه ما اتعودتش ان هي تتحط تحت، لما تروح تلعب في المغرب وتلاقي الملعب حواليك فيه 80 90 الف ما بتقدرش حتى وانت كسبان هنا، يعني مباراه انت كسبان هنا 3 وتخسر هناك 3-0. والاجواء اللي حصلت قبل المباراه عشان اللعيبه مش متعوده اتكهربوا وخافوا وتلعبوا ونزلوا اتغلبوا. فخلينا نبقى مقتنعين ان لا، الجمهور عليه عامل كبير. احنا اسلام مره في بطوله افريقيا من غير تحديث الكابتن هاني بنلاعب فرقه اسمها كوارا يونايتد في السنغال. تعرضنا لمواقف ضرب وجمهور في الملعب وطوب ومش عارف، انت تعرضت للمواقف دي كتير جدا. الجيل الحالي معذور، ما فيهاش ما يعرفش يعني ايه الكلام ده، ما شافوش في ماتشات ده الدور ال 16. انا بكلمك كوره يونايتد ده الدور 16 بالظبط، وبتاخد علقه كوره وعلقه خناقه وكل اللي انت عايز تقوله وطوب ومع عدد بعيد مش عارف فين ده دلوقتي اللعيبه بتسافر اقل فرقه كابتن هاني بالطياره خاصه رايح وطياره خاصه جاي. اكيد ما نمشي في المطار ب5-6 ساعات على الارض ونتمرمط. احنا شفنا الكلام ده كله وجربناه ودوسناه. الجيل الحالي محظوظ في حاجات ومش محظوظ في حاجات، لان اللعب قدام الجمهور هو دي الكره الحقيقيه اللي ممكن انت تستمتع بيها. وعلى فكره ظهورك كلاعب كوره بمستوى كويس بفترات كبيره قدام الجمهور غير اللي موجود دلوقتي. ده دلوقتي مع كل التقدير والاحترام للاجيال، يعني تعظيم سلام ليهم كلهم. تمام. انما سوري يعني انت ما تعرضتش للضغوطات والمواقف الصعبه وبتلعب سنتين 3 بتقول انا لعبت. هم اللي لعبوا 10 سنين و15 سنه و12 سنه متتالي قدام جمهوره قدام ضغوطه قدام. لا عشان كده بقول لهم نصيحه،
طول ما انت بتلعب كوره بعد ما هتبطل هتندم على كل حاجه عملتها. ركز، اشتغل، موت نفسك، سيبك من التفاهات، اي تفاهات تبعدك عن الكوره والمستطيل الاخضر بلاش. يعني انا شايف دلوقتي يا كابتن هاني لعيبه بتتكلم سوشيال ميديا وترند ومش عارف ايه وحاجات كده، هو مركز في دي. يعني بس الموضه دلوقتي كده. عشان كده يا كابتن اسلام ايه، في نقطه مهمه جدا، الناس دي ما بتكملش 3 4 5 6 سنين، انما الاستمراريه هي الكوره. خلينا ناخد واحد من الناس اللي عملت استمراريه كبيره واللي حضرتك انا عايز اقول حاجه يعني قول لي يا كابتن. دايما بقول للاعيبتي انت عندك في يوم 24 ساعه تقريبا ساعتين هم التمرين، تمام، عندك 22 ساعه بره، تمام. لو انت مش عايش ل 22 ساعه بره للساعتين جوه الملعب هتخسر، مش هتقدر تطلع احسن حاجه عندك. بالظبط. لو انت عايش الساعتين بقى اللي في الملعب عشان تروح تاخد الفلوس وتعيش حياتك ل 22 ساعه مش هتكمل في الكوره. طيب قبل ما ارجع حضرتك اروح للكابتن عبد الواحد السيد، واحد من يعني الجيل بتاع حضرتك الجيل الذهبي في نادي الزمالك، ونشوف قال ايه عن هذه المباراه. اكيد ماتش اهلي والزمالك وخصوصا كمان في نهايه افريقيا هيبقى صعب جدا جدا مع الفريقين. الاهدى والاقوى والاكثر تركيزا هو اللي هيقدر يحسم المباراه. انا طبعا بتمنى ان شاء الله الزمالك يحسم النهائي الافريقي، لان المباراه بالذات دي هيبقى كلام عليها كتير جدا وفترات طويله جدا. انت كمان دوري احسن دوري ابطال افريقيا اللي انت بقالنا كتير ما خدناهوش من 2002، يمكن كنت انا موجود لما خدنا اخر بطوله دوري افريقيا. طبعا ده بيفرق كتير قوي مع الجيل ده ومع اللعيبه. يمكن احنا الحمد لله عندنا ميزه في اللعيبه اللي موجوده ان هي لعبت على بطوله اكتر من مره. يمكن الفتره الاخيره دي حصلنا على اكتر من بطولات صعبه مع فرق صعبه. تكسب الترجي، كسبت النادي الاهلي في السوبر، كسبت الرجاء بطل المغرب اخر ماتش. فالحمد لله ان عندنا لعيبه عندها خبره وعندها استعداد وعندنا يعني الحمد لله مقومات كتير على المكسب. لكن طبعا اقدر اقول لك ان الماتش ده صعب جدا. النادي الاهلي طبعا نادي كبير وبيضم لعيبه برضه عندها خبرات كبيره جدا، فاعتقد ان الماتش هيكون من خارج التوقعات. هنا كنا بنتكلم عن ان المدير الفني ازاي بيحضر اللعيبه للمباراه. وحضرتك كنت بتقول ساعتين التمرين بس مش كفايه انك يعني تشتغل ساعتين بس، لا انت محتاج ال 22 ساعه تانيين تبقى بتفكر في المباراه. انا كان فاكر يعني مانويل جوزيه مرت معاه فتره كان يقول لك قبل ما تنام بالليل لازم تتصور اللي هيحصل بكره واللي حصل النهارده علشان تقدر تيجي تأدي المباراه بشكل كويس. دي المذاكره. الماتش هو الامتحان. لو انت مش مذاكر كويس عمرك ما هتعرف تجاوب. بتجاوب في ايه؟ بتجاوب في موقف، بتجاوب في لعبه، بتجاوب في اتفاق بينك وبين زميلك، بتجاوب ان انت بتبقى عايش في المباراه في اجواء المباراه. يعني مثلا انا ساعات بعرف اللعيبه مركزه ولا مش مركزه من ايه. فرقتك مضغوطه وجالك فاول تروح حاطط الكوره ولعيبه بسرعه، ده مش مركز. لانه هو كده بيدي الفرصه ان الفرقه اللي قدامه تضغط عليه اكتر. لازم امتى تهدي اللعب، امتى تسرع رتم اللعب المباراه، الحاجات دي امتى تقع وتعمل نفسك ان انت مت عشان تاخد فاول عشان خاطر تهدي المباراه لو الفرقه اللي قدامك هي اللي ضغط عليك. الحاجات دي هو ده التركيز، هو ده ان انت عايش في المباراه. فاللعيب مش هيعملها وهو ما فكرش، فلازم يقعد يفكر في كل كوره. كابتن طارق اكيد عارف هيجي له وقت هو جاب جول يحس ان هو انا لعبت الكوره دي قبل كده بس هو ما لعبهاش. هو تخيلها وهي جايه له هيشوطها واحده او هيعمل اوفر، او بدل ما يعمل اوفر هيلعب الكوره في الجول. هو عاشها قبل كده فلما عملها لا الموضوع سهل. فهي دي المذاكره وهي ده التركيز اللي احنا بنقول عليه دايما للعيبه. عيش المباراه قبل المباراه ما تتلعب، العب المباراه في دماغك، عيشها كل اوقاتها وانت كويس وانت وحش وانت ضاغط وانت مضغوط وانت كسبان وانت متعادل وانت كويس وانت وحش وانت خسران وانت كسبان. لازم تبقى مهيئ نفسك لكل الامور دي علشان ما تتفاجئش في الملعب. طارق اكيد يعني حضرتك كنت في الجيل اللي فاز بالبطوله 2002 و2003، يعني كانت بطوله مهمه جدا. جمهور الزمالك يعني متعطش منذ هذه البطوله انه يفوز ببطوله ثانيه. كان قريب مع كابتن مؤمن سليمان لكنه ما قدرش يفوز بالبطوله. عايزك تحكي لي عن يعني ذكرياتك قبل ليله النهائي. اكيد طبعا فاكر لان تفاصيل مهمه جدا، وتقول ايه لعيبه نادي الزمالك علشان يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه في مباراتهم مع النادي الاهلي في نهائي القرن الافريقي. طيب عشان خاطر برضو كلام الكابتن هاني فعلا كلام مهم جدا في النقطه دي. احنا كنا عارفين
ان مميزات فرقه الرجاء المغربي في خط الهجوم بتاعهم، تمام. هشام بشروان، فرانسوا، ولاعيب مغربي تاني. الثلاثه دول محسن متولي. لا، محسن متولي دلوقتي بتاع الرجاء دلوقتي. بتتكلم على قبل كده. قبل كده انا بكلمك على الجيل بتاعنا. دول كان خط الهجوم بتاعهم كانوا ثلاثي، وكانوا الماتش اللي قبلينا يا كابتن كانوا بيلعبوا قبل نهائي اسك ابيجان متعادلين هناك في كوت ديفوار، وكسبوهم 4-0 عندهم في المغرب. 4-0 خد. فانت بتلاعب فرقه اسك دي الفرقه الوحيده اللي كسبت الزمالك في البطوله دي كلها. ودول كسبوهم 4 في ملعبهم. رساله قويه. وخط هجوم في منتهى واحد هقول كلمه سوري يعني اطول من العمود النور في فرقه فرانسوا ده. فانت انت ازاي هتقابل الناس دي؟ وهشام بشروان ده بيلعب طرف يمين عندي. بياخد لجوه وبيشوط يا كابتن وبيعمل وي وي وي. واليوم ده كانت المغرب كلها مطر يا كابتن هاني، والملعب شبر ميه شبر في الملعب. فانت بتقابل اجواء ملعب لعيب خطر جدا من احسن اللعيبه اللي موجوده في المغرب، وبعديها راح فرقه الهلال السعودي وراح مش عارف. فازاي تعيش اجواء الماتش، وازاي تعيش لعيب زي ده وتعرف توقفه وتعرف تشتغل عليه انت وزمايلك. بقى قربت ازاي بينك وبين زمايلك عشان ما تعملش مساحه كبيره لواحد زي ده يقدر يتحرك من وراك او من جنبيك او يعني قصدك ان اللعيبه كلها تتصور المواقف اللي ممكن تحصل في المباراه، كل واحد هيقابل مين فبيلعب ازاي. بالفعل. هو ده الذكريات بتاعتنا احنا اللي بنحاول ننقلها للعيبه الزمالك دلوقتي او حتى لعيبه النادي الاهلي. لو هنتكلم ان في زمالك واهلي وان طارق بيتكلم باسم الزمالك كابتن هاني، بس احنا بنتكلم دلوقتي لا كره مصريه بالظبط بشكل عام. بشكل عام. فعشان تعرف وتعيش الماتش زي ما بيقول الكابتن هاني، انت هتلعب على مين؟ هتعمل ايه؟ ايه مميزاته؟ ايه عيوبه؟ امتى بيخش لجوه؟ ذاكر كويس قوي عشان تقدر تعيش الجيم نفسه. هي دي ذكرياتنا. يعني انا عندي كنتوا بتعملوا كده في المباريات الكبيره. امال ايه؟ احنا كنا عايشين الماتش ده بكل حواسنا، بكل تفكيرنا، بكل دماغنا، بكل تدخل المباراه بدري قوي من قبلها باسبوع ولا حاجه كده. اول ما وصلنا المغرب يا اسلام في الماتش الاولاني احنا عايشينه، في الماتش الثاني احنا عايشينه. امتى هتهاجم في الماتش ده؟ حرصك الدفاعي. انت مطالب ان انت تكسب هنا 1-0 او اكتر من كده، لان انت متعادل هناك. فمش عايز يجي في الجول. لا لو دخل في الجول مشكله. بتامن دفاعي كويس جدا جدا جدا، المفروض تعمل وفي نفس الوقت تهاجم كويس جدا. كلام كتير وتفاصيل كتير جدا، بس قبل عشان يعني عندنا اراء رموز كتير جدا، ناخد الكابتن حماده صدقي ونرجع بسرعه. ان شاء الله نشوف مباراه كويسه تليق باسم الكره المصريه بين النادي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. كل فريق مميز بحاجات كتيره، ولكن هي حسابات المباراه صعب التوقع بنتيجتها. كل فريق عنده ادوات النجاح والتفوق. بالاهلي والزمالك في ناس تقدر تخلق الفارق بشكل كبير جدا، ولكن انا شايف اكثر هدوءا وعنده ثقه اكثر ومقاتل في الملعب هو اللي هيكسب. الفرقتين وصلوا لنهائي افريقيا اول مره تحصل في التاريخ. ان شاء الله نشوف مباراه جيده، واتمنى فوز الاهلي طبعا. كل الحظوظ متساويه بين الاثنين 50-50. ان شاء الله نشوف مباراه كويسه، وانا اتوقع ان المباراه تبقى فيها حذر شديد من الفرقتين، تبقى دفاعيه اكتر، ومين يقدر يخطف في الفوز. وما اعتقدش ممكن تزيد عن 1-0 لاي فريقين، وبتوفير الكره المصريه ان شاء الله. كنت بتحكي لي برضو عن بعض الذكريات يا كابتن طارق، انه المباراه اللي كانت هناك مباراه كانت صعبه، وتعاملتوا ازاي مع المباراه الاطول اللي كانت موجوده والظروف اللي كانت موجوده في المباراه. عايز حضرتك تقول لي انه هل المدير الفني باتشيكو عنده نفس العقليه اللي كانت موجوده قبل كده عند يعني المدربين اللي مسكوا الزمالك، ولا الراجل مختلف وهيسيب الناس المصريين يبقى لهم دور اكتر مع اللعيبه؟ لا هو اللي بيعمل الشغل، ومعاه طبعا الجهاز الفني كله. بتكلم عن النواحي المعنويه والتجهيزات. ما هو بص، كل واحد ليه دور. يعني كان فترتنا احنا
كان بيعمل الكلام ده كان دكتور محمود سعد، وبيعمله كابتن طارق يحيى وكابتن اشرف قاسم. اعتقد كان هو الجهاز كده، وكان معاهم باين الكابتن احمد رمزي. ماشي. كان بيقوم بالدور ده الثلاثه دول المصريين، ودول كانوا لعيبه كبار جدا جدا جدا. دلوقتي موجود مدحت عبد الهادي، ويمكن مدحت طبعا من اللعيبه الكبار طبعا جدا، بس هو كان غايب بسبب كورونا بقى له 4-5 ايام، ولسه راجع النهارده اول يوم. فاعتقد ان مدحت ليه دور كبير جدا. بس انا عقليه اللعيبه اللي موجوده حاليا اعتقد ان هم مميزين جدا نفسيا. لعيبه عارفه هي عايزه ايه، عايزين يعملوا حاجه يعني. واضح ان هم فعلا عارفين عايزين ايه. اتفرج على ماتش الرجاء، اتفرج على ماتش اف سي مصر، اتفرج على كل الماتشات. الزمالك من فترات كبيره جدا جدا ما بنشوفش الزمالك بيبقى متاخر وبيعود في المباريات يا كابتن هاني وبيرجع تاني. الحاجات دي ما كانتش بتحصل لفترات في رغبه قويه في الفوز. موسيماني الجهاز اللي عنده بقى يعني مش مصريين كتير، يمكن كابتن سامي قمصان اللي موجود، والراجل جاي بالصف بتاعه. هل كابتن سيد عبد الحفيظ؟ طب سيد ده الناحيه الاداريه، ده بنتكلم على الناحيه الفنيه. كابتن سيد عبد الحفيظ دوره ايه في الوقت ده؟ طبعا اكيد ناحيه اداريه، لكن انت في الاخر برضه انت بتتكلم مع اللعيبه، انت ليك دور جوه الفرقه وليك دور مع اللعيبه ومع الجهاز وبتتكلم معاهم بشكل كبير ان انت مباراه ولازم وخد الماتشات دي يا كابتن. طبعا يعني لا في دور طبعا كبير للكابتن سيد والكابتن سامي ان شاء الله. وزي ما بقول لك اللي هيبقى مركز واللي هيبقى هادي ويتحكم في اعصابه وما يتوترش وما يتعصبش هو اللي ممكن يكسب المباراه. قلقان ولا مش قلقان من المواجهه؟ بص والله مش مساله قلقان، هو مساله ان انت بتتمنى، لان دي بطوله خاصه شويه وفي وضع برضه مختلف وفي وضع صعب. فلو النادي الاهلي كسبها هبقى فرحان جدا جدا جدا. لكن اكيد هزعل النادي الاهلي لو خسر طبعا يعني، لكن طبعا في نفس الوقت هقول للزملكاويه ولاصحابنا ولاخواتنا ولاصدقائنا ولقرايبنا الف مبروك يعني. نفس الكلام يعني. نفس الكلام برضه صح؟ 100%. نفس الامنيات. اتمنى طبعا الزمالك يكسب اكيد 100%. بطوله مهمه للجيل بقى لها غايبه عننا 18 سنه، محتاجينها فعلا في النادي انها تخش، والجيل ده يستحقها بصراحه. الجيل ده عمل ماتشات وعمل بطوله قويه جدا، كسب فرق كبيره كتير، فاعتقد ان هو يستحق ان هو يبقى موجود. انما في الاول وفي الاخر هي كوره 90 دقيقه، اللي هيكسب هنقول له مبروك واللي هيخسر نقول له هارد لك. نتمنى ان هي دي تبقى الروح عند الاهلي وعند الزمالك. في الاخر هي بطوله خاصه لمصر اولا واخيرا. يا كابتن هاني وكابتن طارق شرفتونا ونورتونا، والحلقه مشيت بسرعه جدا، وان شاء الله نتقابل قريب بعد المباراه ونشوف بقى مين كان عنده حق، اهلي ولا زمالك، زمالك ولا الاهلي. الاثنين عندهم حق، وان شاء الله باذن الله. انا كنت سعيد معاك طبعا والكابتن هاني طبعا. دي كانت حلقتنا النهارده من ملعب افريقيا. ان شاء الله الخميس الجاي حلقه جديده من حلقات ملعب افريقيا وعلى الفضائيه المصريه، ونشوف المباراه يعني هنستمتع بها بكره ان شاء الله. قبل ما افصل اشوفوا احمد سمير نجم نادي الزمالك قال ايه عن هذه المباراه، واستنونا بكره ان شاء الله عندنا بعد المباراه استاد العرب حلقه خاصه جدا بعد المباراه مباشره في استاد العرب. ان شاء الله اكون معاكم هنا من هذا الاستوديو، وان شاء الله نقدم يعني حلقه كبيره نتكلم في كل تفاصيل المباراه. شكرا، تصبحوا على خير. مباراة الزمالك والاهلي من وجهة نظري دي مباراة الحلم، مباراة القرن، مباراة أول مرة في تاريخ الزمالك والاهلي في الشامبيونز ليج الأفريقي. مباراة صعبة على فرقتين أفضل فرقتين في أفريقيا في الوقت الحالي، يمتلكوا عناصر قوية جدا، لاعيبة دولية في منتخب مصر وفي دول العربية وفي منتخبات أفريقية. أعتقد إن الزمالك يمتلك من الحلول الفردية افضل شويه من النادي الاهلي. لو الامور الفرديه بالنسبه لنادي الزمالك في الميعاد او في ان شاء الله في التوب فورم بتاعها في المباراه، اعتقد ترجح كفه الزمالك. الاهلي دايما بيعتمد على في مباراه القمه بالذات على الاستحواذ او الكرات الهجمات المرتده، وعنده حسين الشحات بيعملها بشكل كويس جدا. فدي حاجات برضو من الحاجات اللي الاهلي مميز فيها. الزمالك لما بيلعب كره جماعيه مع الامور الفرديه زي ما قلنا بيبقى افضل في ارضيه الملعب. مباراة صعبة على الفرقتين خارج التوقعات. أتمنى إن الزمالك إن شاء الله يكون في التوفيق في موفق في اليوم ده، لأن دايما المباريات الكبيرة دي بتبقى الأمور الفنية فيها قليلة جدا، والتوفيق هو العامل الأساسي في المباراة. إن شاء الله بإذن الله الزمالك يحصل على الستة الأفريقية.